ما صدقت النتيجة غير لما شميت الريحة. ريحة بتجنن مثل ريحة الأفران. حيرتني بريوش ولا معروق. المهم إنها عجينة خالي من الجلوتين، أطرى وأخف من أي شي جربتوه من قبل، والأطيب الحشوة عاطت طعمة بتجنن. خليكم معي لتشوفوا كل خطوة وكيف تطلع معكم بتجنن من أول مرة. بتمنى تعملوا لايك وتشير وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. بالخلاط حطيت نص كوب من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، وحطيت بيضة وفانيليا وكوب من الحليب الدافي. خلطتهم كتير منيح مع بعض. رجعت حطيت عليهم 3 كوب من الطحين الخالي من الجلوتين، معلقة صغيرة من المحلب اللي رح تعطيه طعمة ولا أطيب، معلقتين كبار من الزيت، ولا تنسوا رشة الملح. خلطتهم من 10 ل 12 دقيقة، كتير مهمة هيدي الخطوة. بعدها حطيت معلقتين كبار من الزبدة الطرية. تركت العجينة لحتى ترتاح لمدة ساعة وغطيتها وخليتها بمطرح دافي. رجعت شكلتها وحضرت الحشوة يلي هي جوز الهند وقطر وجوز، وحشيتهم بالعجينة وتركتهم كمان لحتى يرتاحوا تقريبا لمدة 10 دقايق. بهالوقت أنا حضرت البيضة والحليب وشوية فانيليا لحتى أدهن فيه الوجه ليتحمر ويعطيني شكل حلو، ورشيتهم بالسمسم وحطيتهم بالفرن لمدة 10 دقايق على درجة حرارة 180، من 10 دقايق لربع ساعة. أكيد أنتوا بتراقبوا فرنكم، وأكيد حمرت لها وجه. أخدوا معي تقريبا 5 ل7 دقايق، أنتوا حسب فرنكم، وطلعت ولا أطيب. المهم إنه المريض السلياك ما ينحرم من شيء، وفينا نعمل كل الأصناف بس خالي من الجلوتين. وبتمنى إذا عجبتكم تقولوا لي رأيكم بالكومنتس إذا جربتوها، وألف صحة.